أيضا هناك عامل آخر أثر على العمل القومي، أيضا عامل تراكمي مرتبط بالظرف السياسي في العالم العربي، وهو نتيجة الأداء السياسي السيء للدول العربية والمعادي لمصالح الشعوب العربية قبل الحرب، ولكنه ظهر بشكل قوي جدا مع بدء الأحداث، خاصة عندما قامت مجموعة من الدول العربية ومعها جامعة الدول العربية بتأمين الغطاء للتدخل في ليبيا ولتدمير ليبيا. ولاحقا قامت نفس الدول ونفس الجامعة بنفس الدور تجاه سوريا، ولكن الظروف السياسية كانت قد تبدلت ولم تنجح تماما، بالإضافة لاختلاف الوضع في سوريا. لكن هذا الدور دفع الكثيرين من المواطنين الذي يمكن أن نسمعها في أي مكان، ولكن لدينا في سوريا بشكل خاص، يعني إذا كانت هذه القومية وهذه العروبة، نحن لا نريد العروبة، هؤلاء هم العرب، نحن لا نريد أن نكون عرب، نحن نكون أي شيء. طيب ما هو البديل؟ هو لا يوجد لديه بديل، هو يعمل بردة فعل نتيجة تآمر بعض الدول العربية على دول عربية أو على شعوب أو على قضايا. وبالتالي هو لم يميز بين الانتماء لهوية محددة وبين الانتماء لنظام سياسي.